أهلا بمتابعيني الحلوين مع فيديو جديد وملخص أجدد. وقبل ما نبدأ أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو حابين نبقى صحاب ونتعرف على بعض أكتر ممكن تتابعوني على انستجرام، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن تحت. ويلا بينا نشوف قصتنا. بتحكي عن بطلنا يوسف اللي اسمه مش شبه صفاته نهائي واللي بيعمل كل حاجة حرام. وفي يوم أبوه بيديله صفقة وبيطلب منه إن هو يتجوز بنت متدينة علشان الصفقة دي تتم. وطبعا يوسف بيروح لها وبيضحك عليها لحد ما فعلا بتصدق كلامه وبتتجوزه. فتفتكروا لما تعرف حقيقته ايه هيكون رد فعلها وايه اللي هيحصل؟ ويا ترى هتعرف تغير يوسف ولا لا؟ اكيد لو تابعتوا معانا الملخص للاخر هتعرف. بيبدأ مسلسلنا ببطلتنا زليخة، وبنعرف ان هي مدربة كاراتيه، وبيظهر ان هي محبوبة، وبتجيلها في اللحظة دي عمتها وبتبقى مرعوبة علشان انبوبة الغاز مش عارفة تقفلها كويس، فبتروح معاها وبتقفلها. وقبل ما تمشي بتقولها ان في شخص دايما بيجي يسأل عليها، وهي بتنسى تقولها. بتعرفها ان الشخص ده هو نفسه اللي بيحاول ان هو يشتري الارض بتاعتهم من سنين. فزليخة بتعرفها ان هي لازم تتخانق معاه لو جالها تاني، لانها مستحيل تبيع الارض والبيت بتاعها، وبتسيبها وبتمشي وهي متعصبة. في الجهة التانية بنشوف الشخص اللي بيحاول ان هو يشتري الارض والبيت بتاع زليخة، وبيبقى اسمه يوسف، وبنعرف ان هو غني وعنده شركة كبيرة. وابوه بيتخانق معاه لما بيعمل حاجة غلط في الشغل. وبنرجع تاني لزليخة، وبتبقى قاعدة مع أهلها، وبتيجي في اللحظة دي بنت اسمها سارة، وبتعرفها إن الطفل سمسول وقع من على الكرسي المتحرك وهو دلوقتي في المستشفى. فبيتخضوا كلهم عليه وبيروحوا المستشفى، وبيتصدموا لما الدكتور بيقول لهم إن هو محتاج للعلاج الكيماوي بأسرع وقت. وبنعرف إن سمسول طفل يتيم ومالوش أهل، وكمان محتاج عملية زراعة أعضاء، وده كله بيبقى محتاج فلوس كتير. زليخة ما بتبقاش عارفة تعمل ايه هي وصديقها عادل، وبيقرروا ان هما يتصلوا على شخص اسمه السيد عمران علشان يطلبوا منه المساعدة. وبعدها زليخة بتروح علشان تشوف سمسول، وبتبقى زعلانة علشانه. ولما بيفوق بتحاول ان هي تطمنه وبتقوله ان هو هيبقى كويس، فبيعرفها ان هو بيحبها وهو بيحب كل الاطفال اللي موجودين في المكان. وبتفضل تعيط علشانه. وإدل بيبقى زعلان وبيحاول ان هو يواسيها، وبيقول لها ان هو هيعمل المستحيل علشان ينقذ سمسول. بيجي الليل وزليخة بتسأل أمها على بيت السيد عمران، لأنها بتبقى عايزة تروح له وتطلب منه المساعدة. وفي اللحظة دي وهما بيتكلموا النور بيقطع، فالأطفال كلهم بيخافوا، وبتفضل تنادي على صفوان وتواب علشان يجوا يساعدوهم. ولأن الأطفال بيبقوا خايفين بتجمعهم كلهم في الجنينة وبيقعدوا على ضوء القمر. وعلشان الأطفال ما يخافوش بتوعدهم إن هي تقرأ لهم قصة، وبيقعدوا كلهم سوا وبيبقوا مبسوطين مع بعض. وبنعرف إن البيت اللي ساكنة فيه زليخة فاتحاه دار أيتام للأطفال، وبتعلمهم فيه كل حاجة، علشان كده هي مش عايزة تبيعه. والأطفال كلهم بيبقوا بيحبوها لأنها بتعاملهم كويس، وبيبقوا معتبرينها أمهم. قاتل بيجي لهم وبيقول لهم إن هو شغل لهم ولد الكهرباء بشكل مؤقت لأنه محتاج تصليحات كتيرة. وتاني يوم المساعدة بتاعتها بتقول لها إن المية قطعت والصابون خلص، وبتعتذر لزليخة بسبب إن هي ما قالتلهاش قبل كده إن الصابون هيخلص. والأطفال كلهم بيبقوا متجمعين حواليها. لما بيعرفوا إن هي رايحة تزور سمسول بيفضلوا يترجوها علشان يروحوا معاها. وبعد معاناة كبيرة بتقرر إن هي تاخد البنات وتسيب الولاد. وقبل ما تركب العربية يوسف بيبقى واقف بعيد وبيشوفها، بس هي ما بتلحقش تشوفه. بيرجع البيت وهو متعصب، وأبوه أول ما بيشوفه بيتخانق مع أمه وبيقول لها إن هو عايز ابنه يبقى راجل حقيقي ويسمع كلامه وينفذ الصفقات اللي هو بيديها له. ويوسف بيرجع الأوضة وبيفتكر لما اتخانق مع أبوه علشان رفض الصفقة بتاعت بيت زليخة لأنها فاتحة فيه دار أيتام، وقالوا إن هو مستحيل ينفذ الصفقة دي علشان الأطفال ما يناموش في الشارع. بس أبوه اتخانق معاه وقال له إن الصفقة دي مهمة بالنسبة لهم، وإنه لو ما نفذهاش هيطردوا بره البيت. ويوسف بيبقى متعصب وفي حيرة ما بيبقاش عارف يعمل ايه. فالجهة التانية زليخة بتفتكر لما كانت قاعدة مع أمها وبتوريها صورهم كلهم وهما متجمعين مع بعض، وبتخليها توعدها إن هي ما تتخلاش عن دار الأيتام دي لأنها ذكرى من أبوها وتعتبر أمانة هو سايبها لهم قبل ما يموتوا. في اللحظة دي بيجيلها إدل، فبتقوله إن هي ناوية تقابل السيد عمران بكرة علشان تتكلم معاه في عملية الزراعة اللي هتتم لسمسول. وتاني يوم بتروح للسيد عمران وبنعرف إن هو عم سمسول، وبتفضل تترجاه إن هو يساعده حتى ولو بجزء بسيط من فلوس العملية. بس بيتخانق معاها وبيقول لها إن هو معهوش فلوس، فبتستحقره لأنه القريب الوحيد الباقي ليه من عيلته كلها ومش عايز يساعده. في الآخر بتترجى إن هو يروح يزوره لأن سمسول عايز يشوفه فبيوافق. بتروح المستشفى وبتتفاجئ لما بتلاقي ظرف فيه فلوس كتير، وما بتبقاش عارفة مين الشخص اللي سايب الظرف ده، وبيبقى مكتوب في الرسالة حرف الياء والحاء. ولما بترجع البيت بتقول المساعدة بتاعتها إن هي متأكدة إن الشخص ده يوسف حكيمي، وبتعرفها إن أكيد ده الراعي اللي بعت المقاولين علشان يصلحوا السباكة اللي موجودة في بيتهم. وبيجي في اللحظة دي
إيدل وبيحكوا له على كل حاجة، ولأنه بيبقى جعان زليخة بتقرر إن هي تعمل له أكل، وبعدها بتروح علشان تصلي وبتفضل تدعي ربنا. وإيدل بيبقى قاعد مع أخته وبيظهر كده إن هو معجب بزليخة من فترة كبيرة، بيبقى زعلان علشان مش عارف يساعدها في علاج سمسول، وأمه بتجيله في اللحظة دي وبتبقى عايزاه يبعد عنها علشان خايفة إن زليخة تجرح قلبه وتطلع ما بتحبوش، وبتديله الورق اللي أبوه جايبهوله. وبيظهر كده إن علاقته بأبوه مش كويسة، لأن إيدل أول ما بيقراه بيبان عليه الحزن والزعل. الأطفال بيبقوا بيتعلموا الزراعة بس بيبقوا زهقانين لأنهم عايزين زليخة تدربهم تاني كاراتيه، فبيحاول يفهمهم إن زليخة الفترة دي مشغولة، وبنشوفها وهي بتحاول تجمع فلوس عملية سمسول وبتفضل تحسب كل حاجة. بيجيلها إيدل وبيديها الورقة دي وبيعرفها إن هو هيساعدها في حل مشاكل الأطفال كلهم ومش هيخليها محتاجة أي حاجة، فبتشكره لأنه دايما واقف جنبها وبيساعدها. تاني يوم وهي بتدرب الأطفال على الكاراتيه بتقول لهم إن هي لازم تروح تزور سمسول، بس إيدل بيعرفها إن حدث دار الأيتام هيبقى النهاردة الساعة 9 ولازم هما الاتنين يروحوا. بالمساعدة بتعرفها إن هي تروح مع إيدل وهي تخلي نانا تعتني بالأطفال. وفي الحفلة بتشوف يوسف حكيمي، ولما بيجي يمشي بتروح وراه وبتقوله إن هي شافت اسمه على الترابيزة، وبتعرفه بنفسها وبتشكره بسبب اللي بيعمله معاها في دار الأيتام، وبتسأله إذا كان إيدل عرفه بمرض سمسول ولا لأ، فبيبقى مستغرب وبيقوله إن هو ما يعرفش حد باسم إيدل. في نفس الوقت ده أبو يوسف بيبقى واقف مع إيدل وبيقوله إنه لو اشترى دار الأيتام هيديله مكافأة كبيرة، بس إيدل بيتخانق معاه وبيقوله إن هو مستحيل يبيع دار الأيتام دي ويسيبها في إيد شخص سيء زيه، وبيسيبه وبيمشي. وهو في الطريق بيشوف يوسف وزليخة وهما بيتكلموا مع بعض، ويوسف بيقول لها إن هو بيعمل حاجات كتير لربنا علشان كده ما بيحبش يقول لحد عليها. في اللحظة دي تليفون زليخة بيرن، ولما بترد بتتصدم لما بتعرف ان سمسون دخل العمليات وحالته خطيرة. بيروحوا كلهم المستشفى، وإيدل بيحاول يهدي زليخة لانها بتبقى خايفة على سمسون، وبيعرفها انه هيخرج من اوضة العمليات وهيبقى كويس. وام يوسف بتقول للخدامة ان هي ناوية تعمل حفلة كبيرة بمناسبة ذكرى جوازها، وتعرفها ان هي لغت كل خططها. وبنرجع تاني لزليخة وبتتصدم لما يوسف بيقول لها ان هو بقاله فترة كبيرة بيراقب دار الأيتام بتاعتها وعارف سمسول لأنه دايما بيشوفها وهي بتدربه، وبتسأله على السبب اللي مخليه بيراقب دار الأيتام، فبيقول لها إن أخوه مات من فترة كبيرة وكانت حالته بالظبط شبه حالة سمسول، عشان كده هو عايز يساعده بأي طريقة. الدكتور بيخرج وبيطمنهم على سمسول، بيعرفهم إنه عايز متبرع في أسرع وقت علشان حالته خطيرة. فيوسف بيعرفها إن هو هيعمل المستحيل علشان يلاقي متبرع، وبيدي الكارت بتاعه لزليخة وبياخد بعضه وبيمشي. وإيدل ما بيبقاش مستريح له وحاسس إنه وراه حاجة كبيرة، عشان كده ما بيبقاش طايقه. وهم في الطريق إيدل بيقول لها إن هي ما ينفعش تثق في يوسف لأن في أشخاص كتير بيحاولوا يبينوا نفسهم صالحين وهم بيبقوا وراهم حاجة خفية وبيعملوا كده علشان ينفذوها. تاني يوم يوسف بيروح لدار الأيتام وبيظهر فعلا إن كلام إيدل صح، وإنه بيعمل ده كله علشان ياخد منها الأرض والبيت. وبيقعدوا هما الاتنين مع بعض وبتقول إن أبوها بنى البيت ده من 20 سنة، وبعد موته أمها طلبت منها إن هي تعتني بالبيت، وبتعرفوا إن أمها وأبوها ماتوا من فترة كبيرة، وبحكم إن هو عايز يساعدها بتاخده وبتوريله دار الأيتام وكل حاجة بتعملها للأطفال. ولما بيعرف إن هي رايحة المستشفى علشان تزور سمسول بيقرر إن هو يروح معاها، وبيظهر كده إن هي بقت معجبة بيه، وبيقعدوا يقروا قصص لسمسول. وزليخة بتمشي وبتسيبهم لوحدهم، فسمسول بيقول ليوسف إن هو لازم يعتني بزليخة لأنها دايما بتعتني بيهم لكن مفيش حد بيعتني بيها. بعدها بيروح لحبيبته إيفا وبيعرفها إن أبوه عايزه يتجوز زليخة بس علشان ياخد منها الأرض ودار الأيتام، وبيفضل يترجاها إن هما الاتنين يهربوا من المكان ده لأنه مش عايز يتجوز واحدة هو ما بيحبهاش، وبيطلب منها هما الاتنين يتجوزوا، فبترفض وبتقوله هي مش عايزة تتجوز. وبيظهر كده إن هي إنسانة طماعة وبتحب الفلوس، فبيزعل منها وبيسيبها وبيمشي. وهو قاعد لوحده بيفضل يفتكر كلامها ومبيبقاش عارف يعمل ايه. بيظهر كده ان هو هيقرر يسمع كلام ابوه ويتجوز زليخة. بيجي الليل وبيروح لدار الايتام وبيقعدوا كلهم يصلوا ويقرأوا قرآن مع بعض، وزليخة بتشكره بسبب انه بيجي دايما علشان يقضي وقت مع الاطفال ويعتني بيهم، وبيسألها اذا كانت فكرت في يوم من الايام ان هي تتخلى عن مسؤولية الاطفال دي، فبتعرفه ان هي مش هتتخلى عنهم لانها بتحبهم. ويبقى إيدل واقف بعيد وسامع كل حاجة، وبيتصدم لما يوسف بيعرض الجواز على زليخة، وبيرجع البيت وبيقول لأمه إن هو عاوز يتقدم لزليخة وبيبقى عايز يتجوزها قبل يوسف. تاني يوم وزليخة بتحضر الأكل بتفتكر لما اتخانقت مع يوسف وقالت له إن هما لسه عارفين بعض من مدة بسيطة وهي ما ينفعش تتجوز شخص لسه متعرفة عليه، بس طبعا لأن يوسف ذكي بيعرف يضحك عليها وبيديها مدة تفكر
وترد عليه وتبوظ الكيكة، فأسماء بتلحقها على آخر لحظة وبتقعد معاها وبتسألها عن السبب اللي مخليها زعلانة، فبتقول لها إن يوسف عرض عليها الجواز، فبتعرفها إن هي لو مكانها كانت وافقت على طول لأنه الشخص كويس. وطبعا إيدل بيبقى واقف ورا الباب ومعاه ورد، بيبقى زعلان لأنه بيحبها وعايز يتجوزها وبيفضل يعيط. بيجي يوسف وبيبقى جايب هدايا كتير للأطفال، وزليخة لما بتشوفه بتبقى مبسوطة على عكس إيدل ما بيبقاش طايقه. وأم يوسف بتعمل حفلة صغيرة بمناسبة عيد جوازها هي وزوجها، وبنرجع تاني لزليخة وبتفضل تتفرج على يوسف وهو بيلعب مع الأطفال. وأسماء بتقول لها إن هي فقدت زوجها وابنها في حادثة، ومن ساعتها حاسة إن الحياة كلها قفلت في وشها لحد ما لقيتها وقررت إن هي تساعدها في دار الأيتام. بيجي الليل ويوسف بيوعدها إن هو هيعتني بيها وهيحبها وهيحترمها لو هي وافقت تتجوزه، وطبعا بيبقى بيكذب عليها لأنه بعد ما بيركب العربية بتاعته بيبعت رسالة لحبيبته إيفا وبيقول لها هو جاي لها في الطريق. وزليخة قبل ما تدخل البيت بيجي لها إيدل وبيفضل يترجاها إن هي ما تتجوزش يوسف لأنها هتندم، ومبيرضاش يقول لها على السبب. فبتروح تصلي وبتفضل تدعي ربنا. وفي اللحظة دي يوسف بيتصل عليها وبيتقابلوا تاني يوم وبتقوله إن هي موافقة تتجوزه، فبيبقى مبسوط. بيروح لأبوه بيعرفه إن زليخة وافقت، وطبعا أمه ما بتبقاش فاهمة أي حاجة وبتسأله عن حبيبته إيفا، فزوجها بيزعق لها وبيقول لها إن هي لازم تسمع كلامه هو وابنه وما تتدخلش في أي حاجة تخصهم. في الجهة التانية إيدل لما بيعرف إن زليخة وافقت بيقول لها هي لازم تفكر تاني لأنها لسه عارفاه من مدة بسيطة وما ينفعش توافق بالسرعة دي، ولازم على الأقل تعرف أهله اللي هي هتعيش معاهم. وبعدها بتفتكر لما داتو أبو يوسف جالها وفضل يترجاها إن هي تبيع له الأرض ودار الأيتام وهيديها فلوس كتير، بس هي اتخانقت معاه وطردته. بيجي لها يوسف وبنعرف إن هي ما تعرفش إن داتو يبقى أبوه لأنها بتحكي له عنه. تاني يوم بيروحوا هما الاتنين يزور سمسول وبيطلب من زليخة إنها تكلم الأطفال لأنهم وحشوه، فبتكلمهم فيديو وبيبقوا كلهم مبسوطين وبيعرفوهم إن هو هيبقى كويس وهيرجع لهم. وبيجي في اللحظة دي الدكتور فبتدي التليفون ليوسف وبتروح له وبتفرح لما بيقول لها إن هما لقوا متبرع لسمسول وهيعملوا العملية في خلال أسبوع، وإنها لازم تشكر يوسف لأن هو اللي لقى المتبرع. فبتبقى مبسوطة لأنها هتتجوزه. بتروح لسمسول وبيفضل يترجاها إنها تخلي عمه عمران يجي ويشوفه، فبتقوله إن هي كلمته وهيجي يشوفه قريب، وبتشكر يوسف بسبب اللي بيعمله معاها وبيضحك عليها كالعادة وبيقول لها إن هو بيساعدها لأنه بيحب يعمل أعمال صالحة كتير. وفي نفس الوقت ده أم يوسف بتبقى عايزة تعمل حفلة كبيرة، بس داتو جوزها بيرفض وبيقول لها إن هو مش عايز حاجة غير إن الجواز ده يتم لأنه أساسا مش هيعترف بزليخة. يوسف بيوصل زليخة البيت وبتقابل أم إيدل واللي بيظهر كده إن هي بتكرهها وما بتحبهاش، وبتعرفها إن هي ما ينفعش تلغي خطط جوازها مهما حصل. وطبعا زليخة ما بتبقاش فاهمة أي حاجة لأنها ما تعرفش إن إيدل بيحبها، وبتتخانق معاها وبتقول لها إن هي مش بتستهدف غير الأغنياء بس، وبتفضل تهينها وتجرحها بالكلام حد ما بيجي يوسف وبيقول لها إن زليخة مش زي ما هي فاكرة لأنها مش بتستهدف الأغنياء ولا حاجة، بالعكس هي بتعمل ده كله علشان الأطفال الأيتام. وبيجي إيدل وبيتخانق مع أمه وبياخدها وبيمشي. وطبعا زليخة بتبقى زعلانة من الكلام اللي هي قالته وبتشكر يوسف بسبب إنه دافع عنها. أم إيدل بتتخانق معاه وبتقوله هي عارفة إنه بيحب زليخة بس المسألة كلها مسألة نصيب، عشان كده هي مش عايزاه يزعل. فبيقول لها إن هو بيدور على متبرع ولقى واحد فهيخلي زليخة ما تتجوزش يوسف. وبيجي الليل وبيروح له زليخة وبيعرفها هو لقى شخص هيساعدهم وهيتكفل بكل مصاريف سمسول، علشان كده هو مش عايزة تتجوز يوسف وعايزة تفكر تاني في الموضوع. في الجهة التانية يوسف بيبقى مع حبيبته واللي بتبقى سكرانة وبيفضل يترجاها إن هي تسامحه، بس بتتخانق معاه وبتقوله إن هو هيتجوز بنت تانية غيرها. فبيعرفها هو جالها وطلب منها إن هما الاتنين يهربوا ويتجوزوا، بس هي رفضته. وبيعرفها إن هو هيتجوز زليخة جواز على ورق بس لأنه ما بيحبهاش، ده بس علشان الصفقة بتاعت أبوه تتم. وتاني يوم زليخة هي والأطفال بيبدأوا يجهزوا مراسم الجواز، وبتبقى زعلانة بسبب إن أمها وأبوها ماتوا قبل ما يشوفوها عروسة. وبنروح لإيدل بيبقى زعلان وبيعيط لأنه كان عايز يتجوز زليخة، وبتجيله أخته وبتقوله إن الجواز ده اسمه نصيب. بيجي تاني يوم وزليخة ويوسف بيتجوزوا بشكل رسمي وبتبقى مبسوطة، وإيدل بيبقى زعلان وبيقول لأسماء إنه متأكد إن زليخة هتندم لأنه كان الاختيار الأفضل ليها وإنه أحسن بكتير من يوسف. وبعدها زليخة بتودع كل الأطفال وبيبقوا زعلانين إن هي هتمشي وتسيبهم، بس بتعرفهم إن هي هتقضي شهر العسل وهتيجي تزورهم كل يوم وتودعهم. وبيوصلوا البيت وبياخدها لأوضتها وبيعرفها إن أوضته في الجهة التانية، فبتبقى مستغربة إن كل واحد ليه أوضة لوحده. وعلى العشاء أم يوسف ما بترضاش تكلمها وبتتصدم لما يوسف
بيجي هو وحبيبته إيفا، يوسف بيطنشها تماما كأنها مش موجودة وبياخد حبيبته لأوضته، وزليخة بتفضل تصلي وتعيط لأنها مصدومة من اللي شافته. وتاني يوم بتستجمع كل قوتها وبتروح لأوضة يوسف، بس بتخرج لها إيفا ما بترضاش تتكلم معاها وبتسأل يوسف على نيته الحقيقية وكان عايز منها إيه، بس كالعادة بيسيبها وبيمشي، بس بتوقفه وبتقوله إن هي لحد دلوقتي كانت واثقة فيه وما كانتش مصدقة إن هو ممكن يعمل فيها حاجة زي كده، بس ما بيردش عليها وبيمشي. فبتاخد بعضها وبتروح المطبخ وبتجيلها الخدامة وبتتعرف عليها وبتقولها إن أم يوسف صوفيا طلبت منها إن هي تنقل حاجات كتير عشان كده هي تعبانة شوية، وبتتصدم لما بتطلع ازايز مشروب من التلاجة والخدامة بتقول لها ان يوسف وامه وابوه بيشربوا دايما. بعدها بتقرر ان هي تروح لدار الايتام، وفي الجهة التانية ايدن بيبقى زعلان ان زليخة اتجوزت يوسف، وزليخة بتروح تزور سمسول وبتفضل تعيط، وبتقابل في طريقها يوسف. وفي الجهة التانية ايفا بترجع البيت وبنعرف ان هي عندها حبيب تاني وما بتحبش يوسف ولا حاجة وانها معاه علشان الفلوس. وبنرجع تاني لزليخة اللي بتفضل تتخانق مع يوسف بسبب اللي عمله فيها، وبيرجعوا البيت مع بعض. وإيفا لما بتيجي تكلم يوسف ما بيردش عليها وبيسيبها وبيمشي، فبتتخانق مع زليخة وبتقولها إن هي مش هتسمح لها تاخد حبيبها منها، بس زليخة بتسيبها وبتمشي. تاني يوم بتجيب له الهدوم بتاعته وبتحضر له أكل، فبيبقى مبسوط وطول اليوم بيفضل يفكر فيها لحد ما إيفا بتجيله وبتتخانق معاه. وتاني يوم داتو بيرجع من السفر، وأول ما زليخة بتشوفه بتتصدم لأنها بتعرف السبب اللي خلى يوسف يتجوزها وبتمشي. فبتقابلها إيفا اللي بتفضل تجرحها بالكلام، وبعدها بتروح ليوسف وبتبقى حاسة ان هو بدأ يحب زليخة بسبب تصرفاتها معاه، علشان كده بتقرر تمشي وتسيبه. فبياخد بعضه وبيروح لزليخة وبيلاقيها بتجهز شنطتها علشان تسيب البيت، فبيفضل يترجاها ان هي ما تمشيش لانه بيحبها. فبتسمع كلامه بس بتروح تزور الاطفال في دار الايتام. وبالليل بتقابل قدر وبتضحك عليه وبتقوله ان اهل يوسف بيعاملوها بطريقة كويسة. بعدها بتقعد مع أسماء وبتسألها ازاي الاشخاص بيستمروا في علاقة ناجحة، فبتعرفها ان لما تكون علاقتها بربنا قوية هيكون زواجها اقوى. وفي الجهة التانية يوسف بيشوف حبيبته ايفا وهي بترقص مع حبيبها، فبيروح لها على طول وبتحصل خناقة ما بينهم، وبيرجع البيت ما بيبقاش قادر ياخد نفسه. واول ما بتشوفه زليخة بتروح له وبتحاول انها تساعده وبتبدأ تعالج له جروحه، بس بتزعل لما بيمسك ايديها بيبقى مفكرها ايفا وبيفضل يعيط لانها خانته. تاني يوم ايفا بتروح القصر وبتتصدم لما بتشوف يوسف خارج من اوضه زليخة وبتفضل تتخانق معاه، فبيحاول يفهمها ان مفيش حاجه حصلت بينه وبين زليخة وان هي بس كانت بتعتني بيه طول الليل، بس طبعا هي ما بتبقاش مصدقاه. وبتروح لزليخة وبتبقى في المطبخ بتساعد أسماء في تحضير الاكل للاطفال، وبتبقى حاسه ان في حاجه مخبياها عليها، بس طبعا زليخة ما بترضاش تقولها على حاجه وبتسالها هي عامله ايه مع يوسف، بس بتسكت ما بترضاش ترد. بنرجع تاني لإيفا وبتفضل تتخانق مع يوسف، ولأن صوتها بيبقى عالي كل اللي موجودين في المكان بيفضلوا يبصوا عليهم، ويبقى ايد اللي موجود وما بيبقاش عارف هي مين اللي واقفة مع يوسف دي، بس بيرجح ان هي حبيبته. بيظهر ان يوسف مش فاكر اي حاجة حصلت معاه امبارح لانه كان سكران. وايدل بيرجع البيت وبيقابل زليخة وبيفتكر تصرفات يوسف وإيفا ويبقى عايز يقولها بس ما بيرضاش علشان ما يزعلهاش. وأم يوسف بتبقى زعلانة بسبب ان زوجها ما بيديهاش اهتمام وما بيحبهاش، ولما بتفتح شنطة هدومه بتلاقي جايب هدية، فبتبقى مبسوطة ومفكرة ان هو جايب لها الهدية دي. ايدن بيقرر ان هو ما يخبيش حاجة عن زليخة، بيروح لها وبيعرفها انه شايف يوسف قاعد مع بنت، فبتضحك عليه وبتقوله هي مش بتشك في يوسف وان اكيد البنت دي بتشتغل معاه. فبيحاول يفهمها ان طريقة كلامهم هما الاتنين مع بعض ما تدلش ابدا ان هما زمايل في الشغل. فبتزعل وبتروح المستشفى لسمسول وبتفضل تعيط، وفجأة بيتعب فبتتصل على إيدل ويوسف وبتعرفهم باللي حصل، ويوسف بيروح لها على طول وبيحاول ان هو يهديها. بعد مرور مدة الدكتور بيخرج وبيعرفها ان العملية فشلت وسمسول مات، وزليخة بتفضل تعيط وبياخدوه البيت والأطفال كلهم بيبقوا زعلانين علشانه. وعمه عمران بيجي وبيفضل يعيط وبيبقى ندمان علشان ما راحش يزوره، وبيقعدوا كلهم يقرأوا قرآن لسمسول. وطبعا يوسف ما بيبقاش عارف أي حاجة، بس زليخة بتبقى مبسوطة ان هو بيحاول يقرأ، وزليخة بتبقى زعلانة وبتفضل تفتكر ذكرياتها مع سمسول. وبترجع لأوضتها وبتمسك كتاب الرسم بتاعه وبتفضل تعيط لحد ما بيجيلها يوسف وبياخدها المطبخ علشان يجيب لها حاجة تاكلها. ولما إيدن بيشوفهم سوا بيزعل وبياخد بعضه وبيمشي. تاني يوم زليخة بتبقى قاعدة مع السيد عمران وبيبقى ندمان بسبب اللي عمله مع ابن أخوه، وبيعرفها إن ضميره بيأنبه عشان كان بيتعاطى مخدرات وما كانش مهتم بيه نهائي. فبتقوله إنها دايما لما كانت بتقعد معاه كان بيقولها إن هو مفتقد أمه وأبوه، وبتعرفه إن مفيش حد معصوم من الغلط، وبتديله كتاب الرسم اللي كان سمسول بيرسم فيه دايما.
وتعرفوا إن هو ممكن يحتفظ بيه كذكرى، بس ما بيرضاش ياخده، بيرجعها لها تاني وبيقول لها إن هي كانت بتحب سمسول عشان كده هو عايزها تحتفظ بيه. الأطفال كلهم بيبقوا قاعدين زعلانين على موت سمسول، وبيشوفهم يوسف بس بيقرر إن هو يعمل حاجة مختلفة علشان يفرحهم، فبيطلبوا منه يقرأ لهم قصة، وبعدها بيطلب لهم آيس كريم كتير. وإيدل بيبقى شايفهم من بعيد، ولما تليفون يوسف بيرن بتظهر صورة حبيبته إيفا، فإيدل بيستغرب لأن البنت دي بيبقى هي نفسها اللي شافها قبل كده مع السيد داتو، فبيبقاش عارف إن السيد داتو يبقى أبو يوسف. في الجهة التانية أم يوسف بتعرف إن زوجها بيخونها، فبتروح له وبتتخانق معاه، فبيعرفها إن هي لو ما سابتوش يعمل اللي هو عايزه هيطلقها، وطبعا هي مش هتقدر تجيب مكياج غالي ولا عطور غالية ولا حتى هتقدر إن هي تجيب احتياجاتها لأنها فقيرة، عشان كده بتضطر إن هي تسكت. بنرجع تاني لزليخة وبتبقى مبسوطة وهي شايفة يوسف مع الأطفال، وبيروحوا كلهم علشان يصلوا، ويوسف بيبدأ يتعلم الصلاة والوضوء. أم يوسف بتقرر إن هي ما تستسلمش، وبتبقى عايزة تعرف مين البنت اللي جوزها بيخونها معاها، وبتاخد تليفونه. إيفا بتبقى قاعدة وبتعيط بسبب اللي أبو يوسف عمله فيها، وما بتبقاش مصدقة، وبيجيلها حبيبها وبتديله فلوس كتير علشان يديها كل المخدرات اللي معاه. وبنروح ليوسف وبيبقى في الشركة، وأبوه لما بيعرف إن هو كان مع زليخة بيواسيها على موت طفل صغير بيفضل يضحك ويتمسخر عليه. وبيجي الليل ويوسف بيروح لإيفا وبيلاقيها بتتعاطى مخدرات مع حبيبها، فبيتخانق معاها، بس بتتعصب عليه وبتقوله إن هو ما فكرش فيها المدة اللي فاتت دي كلها وما كانش بيسأل عليها، فبيعرفها إن هو بيحبها وما كانش متوقع إن هي تخونه بالشكل ده، وبيسيبها وبيرجع البيت وبيروح لأوضة زليخة ويبقى ندمان على كل حاجة عملها معاها، بيبقى عايزها تسامحه بس مش عارف يقول لها ازاي. بس زليخة بتعتذر له عشان رجعت البيت متأخر، وبتعرفوا إن الأطفال في دار الأيتام طلبوا منها إن هي تعمل لهم كيكة وأكل كتير قبل ما تمشي علشان كده اتأخرت. ولما بتلاقيه زعلان بتسأله إذا كان عنده أي مشاكل في الشغل، فبيعرفها إن هو عنده مشاكل كتير لأنه اتخانق مع أبوه لأنه كان عايز يعمل حاجة معينة وهو رفض إنه يعملها، وانفصل عن إيفا لأنه اكتشف إن هي بتخونه وبيبقى زعلان. بيعرفها إن هو فاشل ودايما بيخيب أمل أبوه وشخص ضعيف ومش ناجح في أي حاجة، فزليخة بتقوله إن هو مش ضعيف ولا حاجة وإنه قوي جدا ولازم يعرف إن الضعف هو مفتاح القوة، وبتعرفه إنه مش سهل عليها أبدا موت سمسول لأن ده كان أكتر طفل هي بتحبه في دار الأيتام كلها. بس هي ما استسلمتش وقررت إن هي تستجمع كل قوتها علشان تساعد باقي الأطفال لأن دول هم مصدر قوتها، فبيعتذر لها وبيطلب منها إن هي تسامحه بسبب اللي عمله معاها، وإنه كان دايما بيسيء الظن فيها وما كانش بيحبها بس دلوقتي عرف قيمتها. في الجهة التانية إيفا بتفضل تضرب حبيبها لأنها ما كانتش في وعيها لما يوسف جه وشافهم بيتعاطوا مخدرات مع بعض، وبتطرده برا البيت. وبنرجع تاني ليوسف ومش بيبقى عارف ينام نهائي لأنه بيفضل يفكر في زليخة وقد إيه هي مختلفة تماما عن إيفا، وبياخد بعضه وبيروح لها وبيعرفها إن هو مش عارف ينام، فبتقوله إن هي كمان مش عارفة تنام، وبيقعدوا هما الاتنين مع بعض وبيعرفها إن هو ندمان على كل حاجة لأنه دايما بعيد عن ربنا ومش بيصلي ولا بيقرأ قرآن، فبتعرفه إن هي تساعده في كل حاجة لأنها عايزة تبقى الزوجة المثالية. فبيقول لها إن طول ما هي معاه هو بيحس إن هو قوي وإنه مبسوط إنه اتجوزها ومش ندمان. تاني يوم إيدل بيروح للسيد داتو وبيقعد معاه وبيسأله على السبب اللي خلاه يتصل عليه ضروري ويجيله، فداتو بيفضل يقوله إن هو بيتعلم وخريج كلية الحقوق ومع ذلك سابها واشتغل في دار الأيتام، وبيقوله إن هو عارف إن هو بيحب زليخة عشان كده هو هيعمل معاه اتفاق إن هو هيديله زليخة في مقابل إنه يديله البيت والأرض. وفي الجهة التانية إيفا بتفضل تعيط لأنها بتكتشف إن هي حامل، وبيظهر كده إن هي حامل من أبو يوسف داتو. وبنرجع تاني لإيدل وبيتخانق مع داتو وبيقوله إن هو مستحيل يتعاون مع شخص زيه، وبيقوله إن هو عارف إن هو بيحب زليخة عشان كده هو هيساعده إن هي تتطلق من يوسف. بيعرفوا إن هو مستحيل يضحي بالأرض والأطفال وكمان زليخة عشان بس مصلحته، بس داتو بيقوله إن هو هيديله فرصة يفكر ويرد عليه في أي وقت هو عايزه. وإيدل بيرجع البيت وبيفضل يفكر في الموضوع ده، وأمه بتجيله في اللحظة دي كالعادة بتفضل تضايقه بالكلام فبيزعل منها وبيسيبها وبيمشي. وفي نفس الوقت ده صوفيا أم يوسف بتبقى مجمعة صحابها وقاعدين كلهم بيلعبوا سوا زي ما بيلعبوا كل يوم، بس المرة دي بيبقى باين عليها الحزن والزعل لأنها اكتشفت إن جوزها بيخونها، وهددها إن هي لو فضحته أو قالت أي حاجة هيطردها وهترجع فقيرة زي الأول. وصحابها بيقولوا لها إن في واحدة صاحبتهم كان جوزها بيخونها فبلغت عنه واتقبض عليه. إيدل بيروح لدار الأيتام وبيقعد مع أبوه بيتكلموا هما الاتنين وبيعرفوا إن هو لازم يتقبل إن كل شيء اسمه نصيب، وإن زليخة ما بقتش من نصيبه وإن أكيد نصيبه أفضل. وطبعا إيدل بيبقى زعلان إنه بيحبها وبيسيبه وبيروح للأطفال اللي بيفرحوا أول ما بيشوفوه.
بس يوسف لما بيجي بيسيبوه وبيروحوا له فبيزعل أكتر. وبيجي الليل وأسماء بتقعد مع زليخة وبتقول لها إن داتو الشرير بيجي كل يوم للمكان لأنه عايز يشتري الأرض بأي طريقة، وإنه أكيد لما عرف إن هي اتجوزت يوسف رجل الأعمال الغني أكيد خاف. وأساسا أسماء ما بتبقاش عارفة إن داتو يبقى أبو يوسف وبيبقى قادل واقف وسامع كل حاجة، ويوسف بيبقى متوتر لأنه خايف إن الكل يعرف حقيقته. تاني يوم بيقول لزليخة إن هو هيعمل المستحيل علشان يدافع عن دار الأيتام ومش هيخلي أبوه يقرب لها مهما حصل، لأنه خلاص أدرك الغلط اللي هو عمله. وفي الجهة التانية الخدامة بتحضر الأكل لصوفيا فبتاخده وبتروح لزوجها داتو الشركة، وبيتضايق أول ما بيشوفها فبتقوله إن هي بقى لها 10 سنين ما جاتلوش المكتب، وبتقعد معاه وبتتفاجئ لما بتلاقي السكرتيرة بتاعته داخلة ولابسة نفس الحلق اللي شافته قبل كده جايبه من السفر، وفكرته ان هو جايبه لها، فبتشك ان دي اللي زوجها بيخونها معاها. إيدل بتقول لبنتها ان هم عايزين يلاقوا عروسة كويسة لإيدل بسرعة، بس بنتها بتتخانق معاها وبتقول لها ان هي ملهاش دعوة بالموضوع ده. اما صوفيا بترجع البيت وبتبقى متعصبة وبتفضل تكسر في كل حاجة، والخدامة بتفضل تخبط عليها لانها بتبقى قلقانة. وفي الجهة التانية يوسف وزليخة لما بيخلصوا صلاة بتجيلهم الخدامة وبتعرفهم باللي حصل، فبيروحوا لها على طول. ويوسف بيحاول ان هو يهديها فبتفضل تعيط وبتقول له ان هي اكتشفت ان ابوه بيخونها من فترة كبيرة، وان هي قدمت تضحيات كتير بس ابوه ما اتغيرش ولسه زي ما هو. فيوسف بيقول لها ان هو يفضل جنبها ومش هيتخلى عنها. في دار الايتام اسماء بتلاقي الباب مفتوح، ولما بتروح علشان تقفله بتتفاجئ بان في عصابة موجودة. اول ما بيشوفوها بيخطفوا كل الاطفال اللي موجودة وبيهربوا، فبتتصل على طول على زليخة وبتعرفها على كل حاجة، فبياخدوا بعضهم وبيروحوا على طول لدار الايتام وبيحاولوا يهدوا أسماء لأنها بتبقى بتعيط وبتقول لهم إن هي شافتهم وهما بيخطفوا الأطفال قدام عينيها وما قدرتش إن هي تساعدهم، وبتبقى عايزة تتصل على الشرطة بس إيدل بيبقى معترض. في اللحظة دي داتو بيتصل على زليخة وبيعرفها إن هو اللي خطف الأطفال، فبتتخانق معاه وبيقول لها إن هي لو ما كانتش عنيدة ما كانش ده كله حصل، وإنها لو نفذت اللي هو عايزه هيرجع لها الأطفال، إنما لو رفضت هتلاقي جثثهم كلهم موجودين قدام بيتها. وبيقفل التليفون في وشها، فبتحكي لهم كلهم على اللي حصل، وأسماء من الصدمة بيغمى عليها وبيبعت رسالة لإيدل، وبنعرف إن هو اللي مساعده وبيعرفه إن هو ما ينفعش ينسى الاتفاق اللي ما بينهم هما الاتنين. وزليخة بتروح لإيدل وبيقول لها إن هو عارف الحقيقة اللي هي مخبيها عليهم كلهم، وهي إن يوسف ابن داتو وإنه أكيد ساعده في موضوع خطف الأطفال، عشان كده هي ما ينفعش تثق بيه لأنه أساسا كان جواز مصلحة. بيعرفها إن هو كمان عارف علاقة يوسف بإيدا وعارف كل حاجة هي مخبياها عليهم. ويوسف بيجي في اللحظة دي وبيسمعهم وبيقول لزليخة إن هو ملوش ذنب وما يعرفش أي حاجة من اللي أبوه بيعملها، فبتتخانق معاه وبتقول له إن هو لو ما ظهرش في حياتها كان زمان الأطفال دلوقتي موجودين معاها، فبيعتذر لها وبيعرفها إن هو هيعمل المستحيل لحد ما يلاقي الأطفال ويرجعهم لها. وبياخد بعضه وبيروح البيت، بس الخدامة بتقول له إن أبوه ما رجعش لسه من السفر، فبياخد بعضه وبيروح له المكتب وبيتخانق معاه بسبب اللي عمله مع الأطفال، فبيقول إن هو ما ينفعش يلعب دور البطل لأن الدور ده مش لايق عليه، فبيوعد أبوه إن هو هيلاقي الأطفال وهيسجنه بسبب اللي عمله فيهم. بنرجع تاني لإيدل اللي بيحاول يهدي زليخة وبيوعدها إن هو اللي هيلاقي لها الأطفال ويرجعهم لها في أسرع وقت، وباقي الأطفال بيجوا وبيبقوا خايفين، وزليخة بتروح لهم وبتحاول إن هي تهديهم وبتدخلهم جوه. وفي اللحظة دي داتو بيتصل عليها وبيسمعها صوت الأطفال وهما بيعيطوا، فبتروح لإيدل وبتفضل تعيط، فبيحاول يقنعها إن هي تدي البيت ده لداتو علشان ينقذوا الأطفال، فبتقول إن هي لو نفذت الكلام ده مش هتلاقي مكان تسكن فيه هي والأطفال، فبيعرفها إن هو هيحاول يلاقي مكان تاني غير ده يعيشوا فيه. وزليخة ما بتبقاش عارفة تعمل إيه وبتفضل تفتكر ذكرياتها مع الأطفال، وفي الآخر بتسمع كلامه وبتروح لداتو وبتمضي على ورق التنازل عن الأرض والبيت علشان الأطفال. بيجي الليل ورجالة داتو بيطردوهم كلهم ورا البيت، وبيجي يوسف وبيتخانق معاهم وبيعرض على زليخة إن هو ياخدهم كلهم للبيت بتاعه، فبترفض وبتقوله إن هي مستحيل تعمل كده، فبيزعل منها وبيمشي وبيجي لها إيدل وبيعرفها إن هو لقى مكان. أما صوفيا بتشوف جوزها وهو جايب واحدة البيت وبتتخانق معاه، فبيعرفها إن هي لو ضايقته هيطردها. إيدل بيتصل على داتو علشان البيت اللي هو وعده إنه يديهوله للأطفال، فبيقوله إن هو ما كانش ينفع يثق فيه وبيقفل التليفون في وشه. وإيدل بيبقى ندمان إن هو ساعده، وتاني يوم بيروح لزليخة بيعرفها إن هو مش هيعرف ياخد الأطفال للبيت اللي هو قالها عليه، عشان كده لازم تروح لبيت يوسف، فبتفضل تعيط وما بيبقاش قدامها حل تاني غير ده. بيروحوا كلهم لبيت يوسف وبيبقوا منبهرين بيه لأنه كبير، وبتيجي صوفيا وبتتصدم من الأطفال لأن عددهم كتير. وتاني يوم يوسف بيقرر إن هو ياخد الأطفال للملاهي، وطبعا بيبقوا مبسوطين وبيركبوا العربية معاه. وأخت إيدل بتبقى شايفاه وهو زعلان، ولما بتسأله ما بيرضاش يقول لها إن هو السبب في طرد الأطفال من البيت،
وبيفضل يعيط بس بتحاول إن هي تهديه. وفي البيت يوسف بيجمع الأطفال كلهم وبيصلوا سوا، وصوفيا لما بتشوفهم مع بعض بتبقى مصدومة من التغير اللي حصل لابنها. تاني يوم يوسف بيروح لأبوه وبيهدده بالأوراق المهمة اللي معاه، وبيعرفه إن هو لو مرجعش البيت لزليخة هيفضحوا بكل الأوراق اللي معاه، وهيعرف الكل بحقيقة عمله الفاسد. وفي الجهة التانية إيدل بياخد زليخة لمحامي شاطر علشان يعرف يرجع لها البيت، لأنه بيبقى ندمان على كل حاجة. ولما بترجع من البيت بيتصل عليها وبيعرفها إن المحامي وافق إن هو يساعدهم، لأن داتو بيعرفها إن هما ما قدامهمش غير 3 أيام بس قبل ما داتو يهد البيت. فبتبقى متعصبة وبتتصل عليه وبتفضل تترجاه إنه ما يهدش البيت، بس بيطنشها فبتقوله إن هي مش هتسكت غير لما تخليه يدخل السجن. بيجي بعد مرور 3 أيام وأسماء بتروح للعمال وبتفضل تترجاهم إن هما ما يهدوش البيت، وإيدل بيفضل يتخانق معاهم. وبتوصل في اللحظة دي زليخة ويوسف وبيبقى معاهم الأطفال وبيعملوا مظاهرة كبيرة علشان ما يهدوش البيت. وطبعا العمال بيتصلوا على داتو وبيعرفوا كل حاجة بتحصل، فبيقول لهم يكملوا هد عادي. وفي اللحظة دي زليخة ما بتتحملش اللي بيحصل وبيغمى عليها، وإيدل بيبقى حاسس بالذنب. ولما بيرجع البيت بيلاقي أمه قاعدة مع واحدة اسمها إيزابيلا وبتبقى عايزة تجوزها له علشان ينسى زليخة. فابنها بيعتذر لإيزابيلا وبيعرفها إن هو ما بيفكرش في الجواز دلوقتي، فبتاخد بعضها وبتمشي. أمه بتفضل تتخانق معاه فبيتعصب عليها وبيعرفها إن هي لو قررت ده تاني هيسيب لها البيت ويمشي. وبيفضل قاعد لوحده في الأوضة وزعلان لحد ما بتجيله أخته وبتحاول إن هي تهون عليه، وبيفضل يعيط وبيحكي لها على كل حاجة عملها وإن هو السبب في خطف الأطفال. وأمه في اللحظة دي بتبقى واقفة وسامعة كل حاجة. وفي الجهة التانية يوسف بيفضل يعتني بزليخة وبيفتكر لما كانت هي بتعتني بيه لما كان تعبان، وبيفضل سهران جنبها طول الليل لحد ما بتفوق. والأطفال بيفرحوا لما بيشوفوها. وبيجي في اللحظة دي إيدل وبيطلب من زليخة إنهم يقعدوا لوحدهم، وبيفضل يعيط ويعتذر لها وبيعرفها إن هو السبب في كل حاجة وبيحكي لها على الحقيقة كلها. فبتبقى مصدومة منه وبتفضل تعيط وبتطرده برا البيت وبتقوله إن هي مش عايزة تشوفه تاني. في نفس الوقت ده إيفا بتبقى قاعدة مع حبيبها وبيعرفها إن هي لازم تحتفظ بالطفل ده لأنه هيورث فلوس كتير من داتو بعد ما يموت. وبنرجع تاني لزليخة وبتعتذر من يوسف بسبب إن هي كانت دايما بتشك فيه، وبتطلب منه إن هو يسامحها وبيعرفها إن هو مستحيل يزعل منها، وإن الحاجة الوحيدة اللي تهمه دلوقتي إن الأطفال يبقوا سعداء، وهو متأكد إن طول ما هما الاتنين مع بعض هيحلوا مشاكلهم كلها سوا. داتو وهو خارج من الشركة بيقابل إيفا فبتعرفه إن هي حامل في ابنه، فبيبقى مصدوم وبيقول لها إن هي كدابة وإنه مستحيل يصدقها. فبتعرفه إن هي هتكلم الصحفيين كلهم وتعرفهم بحقيقته، وإن الطفل اللي في بطنها ده ابنه الغير الشرعي، فبيديها فلوس كتير فبتاخدهم وبتمشي. في البيت صوفيا بتبقى مبسوطة بوجود الأطفال، وزليخة بتقول ليوسف إن هي مش مصدقة إن إيدل عمل كده، فبيعرفها إن هي لازم تسامحه لأنه ندمان. وبنروح لإيدل اللي بياخد شنطته وبيقول لأمه إن هو عاوز يقضي وقت لوحده عشان محتاج يفكر في كل حاجة. وتاني يوم الأطفال ما بيرضوش ياكلوا لأنهم عايزين إيدل يجيلهم، فزليخة ما بتبقاش عارفة تقول لهم إيه، بس الطفلة سارة بتقول لها إن هي عايزة تشوفه علشان توريله إزاي بقت بتقرأ قرآن بطريقة صحيحة. وطبعا كلهم بيعترضوا وبيبقوا عايزين يشوفوا إيدل، فبتعرفهم إن هي هتقوله يجي علشان يشوفهم، وبيبقوا مبسوطين وبتسيبهم وبتروح تتصل عليه بس بتلاقي تليفونه مقفول. فبتبدأ تقلق، ولما بتتصل على أخت وردة بتقول لها إن إيدل ساب البيت وما تعرفش هو راح فين، بس هتحاول تتصل عليه لحد ما تعرف مكانه. حبيب إيفا بيروح لها وبيتصدم لما بيلاقيها مغمى عليها بعد ما كانت بتتعاطى مخدرات، وبياخدها على طول المستشفى، والدكتور بيعرفها إن هي أخدت جرعة زيادة من المخدرات، علشان كده هما لازم يراقبوا حالة طفلها علشان عنده مشاكل كتير في قلبه. وفي الجهة التانية زليخة بتشوف رسمة سمسول فبتفتكره وبتبقى زعلانة، وأم إيدل بتبقى قاعدة مع صديقتها مرة وبتسألها إذا كانت أعجبت بإيزابيلا ولا لأ، فبتعرفها إن هي حبتها بس ابنها إيدل ما حبهاش. بنشوف يوسف وهو قاعد مع الشخص ده وبيديله فلوس كتير علشان يساعده في موضوع معين. وفي البيت زليخة بتقول للأطفال إن هي عاملة لهم مفاجأة كبيرة وهتاخدهم كلهم ويروحوا يتعشوا برا البيت. أما إيفا وهي في المستشفى الدكتور بيجي لها وبيقول لها إن هي بقت كويسة وممكن تخرج في أي وقت، وبتقرر إن هي تبطل تعاطي المخدرات عشان ابنها يتولد بصحة كويسة. وأول حاجة بتعملها بتاخد بعضها وبتروح للبيت، ويوسف وزليخة أول ما بيشوفوها بيتصدموا، ويوسف بياخدها لأوضتها وبيتخانق معاها علشان ظهرت فجأة وهي حامل، وبتضحك عليه وبتقوله إن الطفل ده ابنه. فهو بيقول لها إن هي بعد ما تولد الطفل هيتجوزها، وبيرجع الأوضة وبيلاقي زليخة قاعدة لوحدها وبتعيط. تاني يوم بيتجمعوا كلهم على الفطار، وزليخة ما بتبقاش طايقاها بس بتعملها بطريقة كويسة علشان الطفل اللي في بطنها. وبنروح لوردة اللي بتلاقي أمها قاعدة لوحدها وزعلانة، وبتقولها إن أخوها المفروض يرجع البيت لأن رمضان قرب وعايزين كلهم يتجمعوا كالعادة ويفطروا مع بعض.
وبنرجع تاني لزليخة وأسماء بتسألها على إيفا، بس بتقولها إن دي صديقة العيلة ومبترضاش تعرفها، هي حبيبة يوسف القديمة. بيجي الليل وإيفا بتبقى قاعدة لوحدها، فبتجيلها صوفيا وبتسألها على أبو الطفل اللي في بطنها، فبتقولها إن أبوه يوسف. بس صوفيا ما بتبقاش مصدقاها وبتعرفها إن هي بتحبها، بس المرة دي مش مصدقة إن الطفل ده يبقى حفيدها. أما زليخة والأطفال بيبقوا قاعدين كلهم قدام التلفزيون وبيفرحوا لما الشيخ بيقول إن يوم التلات الجاي 12 مارس هيبقى رمضان، وبيقرروا كلهم يروحوا يصلوا التراويح مع يوسف. وزليخة بتروح لأوضتها وبتفضل تتخانق مع يوسف وبتعرفه إن هو لازم يحل مشاكله هو وإيفا بعيد عنها هي والأطفال، وبتفضل تعيط. في الجهة التانية إيدل بيرجع وبيعتذر لأمه بسبب إنه غاب فترة كبيرة، وبيقعد مع أهله بالليل وبيعرفهم إنه ندمان عشان ساعد داته، بس أبوه بيبقى زعلان منه. وبنروح لصوفيا وبتدخل أوضة إيفا وبتبدأ تفتش فيها لحد ما بتلاقي في شنطتها الحلق اللي زوجها كان جايبه لها، فبتبدأ تشك إن إيفا كانت على علاقة بداته. وبيجي يوم 12 مارس وأسماء بتصحي الأطفال علشان يتسحروا، وبعدها بتبدأ هي وزليخة في تحضير الأكل. وأسماء بتسألها على يوسف وبتفتكر لما كانت قاعدة معاه وقال لها إن هو هيتجوز إيفا، وبتخلي الأطفال يروحوا يصحوه. بيروحوا برضه لصوفيا وبيصحوها وهي قاعدة لوحدها، بتفتكر لما واجهت إيفا بالحقيقة وإذا كان الطفل ده ابن داته ولا لأ. بس إيفا أنكرت كل حاجة وبتروح علشان تشرب المشروب بتاعها، فالأطفال بيشوفوها وبتضحك عليهم وبتقول لهم إن هي صايمة وبتسيبهم وبتمشي. في الجهة التانية إيدل بيقول لأمه إن هو رايح لبيت يوسف علشان يعتذر لزليخة على اللي عمله، ولأن كمان الأطفال وحشوه وعايز يشوف. بنرجع تاني لزليخة وبتقول لأسماء إن يوسف هيتجوز إيفا، فبتبقى صوفيا مصدومة لأنها شاكة إن الطفل ده مش ابن يوسف، وما بترضاش تقول أي حاجة غير لما تتأكد. وفي اللحظة دي جرس الباب بيرن، ولما بتروح علشان تفتح بتلاقي إيدل وبيعتذر لها على اللي عمله، وبيتصدم لما يوسف بيجي مع إيفا وبيشوف بطنها كبيرة وبيعرف إن هي حامل، فما بيبقاش عارف يقول إيه. وبيجي الليل وبيتجمعوا كلهم على الفطار، وبيبقوا مستنيين الأذان يأذن علشان يفطروا على حاجة بسيطة، وبعد كده يروحوا يصلوا المغرب. بعدها إيدل بيمشي والأطفال كلهم بيبقوا زعلانين لأنهم عايزينه يفضل معاهم، وبعدها بيفضل يعيط وبيطلب من زليخة إن هي تسامحه وإنه كان بيعمل ده كله بس علشانها، فبتقوله إن هي هتسامحه بس علشان خاطر الأطفال، فبيبقى مبسوط. وبعدها بيتجمعوا كلهم علشان يصلوا صلاة التهجد. وتاني يوم يوسف بيروح للشخص اللي كان مديله فلوس كتير، وبنعرف إن هو عايزه يجيب له كل الأوراق اللي تدخل أبوه السجن. بيروح لعدو أبوه بيعرفه إن هو غير أبوه علشان كده هو محتاج مساعدة. وفي الجهة التانية صوفيا بتروح لإيفا وبتفضل تترجاها تقول الحقيقة، لأن علاقة يوسف وزليخة بدأت إن هي تتدهور بسببها، فبتفضل تعيط وبتقرر إن هي تقول لها على الحقيقة كلها. العيد بيجي ويوسف بيدي لكل طفل العيدية بتاعته، وبيبقوا مبسوطين كلهم، وزليخة بتروح لأوضتها وبتفضل تعيط، وصوفيا بتبقى شايفاها. وبعدها المأذون بيجي علشان يتجوز يوسف وإيفا، وزليخة ما بتستحملش فبتسيبهم وبتمشي، وبتفضل تعيط طول الطريق لحد ما بتعمل حادثة. وقبل الجوازة ما تتم بيتصلوا على يوسف من المستشفى وبيعرفوا إن زوجته عملت حادثة، فبيروح لها على طول. بنروح لداده وبنعرف إن هو السبب في الحادثة اللي حصلت لزليخة، والمساعدين بتوعه بيطمنوه إن الأدلة كلها اللي كانت مع يوسف ضده حرقوها. وبنرجع تاني ليوسف وبيقولها إن هو ما اتجوزش إيفا لأن أمه جت ووقفت الجواز وقالت إن هي عندها دليل قوي إن الطفل ده مش ابنه. وبعدها بترجع البيت والأطفال بيفرحوا لما بيشوفوها، وصوفيا بتجمعهم كلهم وبتقول لهم إن الطفل ده مش ابن يوسف، لأن إيفا قالت لها الحقيقة كلها، وهي إن الطفل ده ابن داته. وبتقول لهم إن هي اتأكدت من كاميرات المراقبة اللي موجودة في الشركة. إيفا بتفضل تعيط وبتقول لها إن هي حاولت تدافع عن نفسها بس ما عرفتش لأنه كان أقوى منها، وبتعتذر لزليخة وبتطلب منها إن هي تسامحها، وبتقول لها إن ده كله كان غلطها من الأول لأنها اتهمت يوسف إن الطفل ده ابنه، بس ما كانش قدامها حل تاني غير إن هي تعمل كده عشان تحافظ على نفسها هي وابنها. فزليخة بتعرفها إنها مش زعلانة منها، بالعكس هي هتساعدها وهتفضل واقفة جنبها. يوسف بيروح للشخص ده وبيقوله إن هو عنده حاجة مهمة ليه وجاي يتكلم معاه لأن ما كانش ينفع يقولها له في التليفون، وبيسمعهم التسجيل بتاع داته اللي بيقول فيه إن هو السبب في الحادثة اللي حصلت لزليخة وإنه دمر كل الأدلة اللي كانت موجودة عند يوسف، وبيديله أوراق تانية وبيعرفه إن هو كان متابع داته بقاله أسابيع، وبيوري لزليخة صورة عربية وبيسألها إذا كانت العربية دي هي اللي خبطتها ولا لأ، فبتقوله إن هي. ويوسف بيبقى متعصب، وتاني يوم بيروح لإيدل وبيحكيله على كل حاجة، وبيتفقوا هما الاتنين على تدمير داته، وبياخدوا لصديقه وبيسمعوا كل التسجيلات لأن المحامي هيعرف يساعدهم في دخول داته السجن. بيتجمعوا كلهم على العشاء، وإيفا بتشكر زليخة على اللي بتعمله معاها، وبعدها بيروحوا يصلوا. ويوسف بيقول لزليخة إن هو زعلان وحاسس بخيبة أمل بسبب إن داته يبقى أبوه،
وتاني يوم بيروح للشركة وأبوه بيجيله ويوسف بيعرفه إن هو هيرفع عليه قضية بسبب اللي عمله في إيفا. فداته بيقوله إن هو ما عندوش أدلة عشان كده هو مش خايف منه. وبتوصل الشرطة في اللحظة دي هو بياخدوه معاهم في البيت. إيفا بتبدأ تجهز شنطتها عشان تمشي وزليخة بتروح لها وبتبقى عايزاها تفضل معاهم. فبتفضل تعيط وبتقول لها هي مش بتنتمي للبيت ده. وبتجيلها صوفيا وبتعرفها إن هي حبتها عشان كده مش هتخليها تمشي لأنهم كلهم هيربوا الأطفال دول سوا. وبيجي ليلو كلهم بيفرحوا لما يوسف وإيدل بيقولوا لهم إن الشرطة قبضت على تاتو ورجع البيت والأرض لزليخة. فتاني يوم بيروحوا كلهم البيت والأطفال بيبقوا مبسوطين. بعدها صوفيا بتاخد ابنها يوسف وبيروحوا لداتو وبتفضل تترجاه إن هو يطلقها بس بيرفض. وبيجي لهم اتصال إن إيفا ولدت فبيروحوا لها المستشفى على طول. وزليخة بترجع لحياتها المعتادة في دار الأيتام وبتبقى مبسوطة وهي شايفة الأطفال فرحانين. وبالليل إيدل بيبقى جايب لهم هدايا كتيرة. وتاني يوم بيعملوا حفلة كبيرة بمناسبة رجوع البيت والأرض. ويوسف بيروح لزليخة وبيقول لها إن هو بيحبها ومبسوط إن هو اتجوزها. وإيدل بيتصل على أمه وبتعرفه إن هي عايزة تكلم زليخة وبتعتذر لها عشان دايما كانت بتسيء الظن فيها. وبعدها بيتجمعوا كلهم وبيقرروا إن هما ياخدوا صورة سوا وبيبقوا كلهم مبسوطين. وهنا بيخلص مسلسلنا. ودي كانت قصتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والسابسكرايب وتفعيل الجرس عشان في أفلام أجدد وألذ معانا. وبس كده.